كان يا مكان شاب اسمه كريم، خريج جديد، كله حماس وطموحات. بس في مشكلة صغيرة، كان دايما حاسس إن يومه بيخلص قبل ما بيبدأ. بيصحى متأخر، يروح شغله متأخر، يقعد يندم إنه ما عملش اللي وراه واليوم يخلص، وكأنه تلج سايح بين إيده مش قادر يمسكه. لكن في يوم من الأيام يسمع قصة تخليه يغير من طريقة تفكيره للأبد. قصة لراجل بسيط بيبيع تلج في شوارع بغداد، وكان بيصرخ وينادي: انقذوا الذي تذوب بضاعته. الناس ساعتها وقفت مذهولة من كلمته، لأنه بكلمة بسيطة وصل قد إيه هو بيخسر أغلى حاجة عنده قدام عينه. كريم لما سمع القصة دي تخيل نفسه مكان بائع التلج ده، واكتشف إنه بيخسر هو كمان رأس ماله، وبيضيع أهم مورد عنده: الوقت. الوقت اللي عمره ما هيزيد، واللي كل ثانية منه بتضيع لو معرفناش نستغله صح. ومن هنا بدأ كريم رحلته مع إدارة الوقت. عارف يعني إيه تدير وقتك؟ يعني تستغل كل لحظة عندك علشان تحقق أفضل نتيجة، تطور نفسك وتكون إنسان منظم. بس خلينا نتفق مبدئيا، مش كل الوقت تقدر تديره أو تستفيد منه. في وقت لازم تسيبه كده يحضنك ويشحنك، زي النوم، وقت العيلة، الصلاة. دي مش رفاهية، دي ضرورة، زيها زي الأكل والشرب. وباقي الوقت هو ملعبك، الوقت اللي تقدر تبدع فيه، تخطط له، تذاكر، تشتغل، تحقق أحلامك واحدة واحدة. بس مش بفكرة جداول صارمة وخنقة، لأ، بخطوات بسيطة بتتعلمها واحدة واحدة لحد ما تتحول لعادة. وده كان أول باب فتحه كريم في رحلة نجاحه. ولو انت كمان عايز تبدأ، انتظر الحلقة الجاية عشان نعرف سوا ازاي نحول وقتنا من تلج سايح لثروة حقيقية. وتابعنا عشان تقدر تطور من نفسك وتكون إنسان أفضل.